السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة شركة جوجل اعلنت عن تليفونين، وهما تليفون جوجل بيكسل 8 وجوجل بيكسل 8 برو. هنتكلم عليهم ان شاء الله مع بعضنا النهاردة، وهنتكلم عن التليفون الاكبر من شركة جوجل، جوجل بيكسل 8 برو. يلا من غير ما اطول عليكم، يلا نبدأ. واول حاجه يا صديقي نبدا بيها وهي التصميم هنا بيجي من فريم من الالومنيوم وظهر من الازاز، وظهر التليفون هنا بيجي بطبقه حمايه الاعلى فيكتوس 2. وهنا يا صديقي وزن التليفون بيجي 213 جرام مع سمك 8.8 مللي، وده يعتبر مسكته مريحه في الايد ومش تقيل على ايدك. طالما يا صديقي ذكرنا التصميم نيجي للشاشه. شاشه التليفون هنا بتيجي بقياس 6.7 انش مع دقه كوالد اتش دي، تيجي من نوع اوليد، بتيجي بكثافة بكسلات 489 بكسل لكل بوصة، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز مع سطوع يوصل لغاية 2400 نتس، فده سطوع جامد جدا بصراحة. والشاشة هنا بتدعم ال HDR وعليها نفس طبقة الحماية بتاعة ظهر التليفون اللي جاي من الإزاز. وهنا نيجي للكاميرات. كاميرات التليفون هنا بتيجي بثلاث كاميرات خلفية، الكاميرا الأولى 50 ميجا بكسل ودي الرئيسية، والتانية بتيجي ب 48 بكسل ودي للزوم، والتالتة بتيجي 48 بكسل برضو للوايت انجل. وهنا بصراحة الكاميرا هتديك أداء كويس جدا. وهنا الكاميرا بتديك 5 اكس اوبتيكال زوم وبتديك 30 اكس سوبر زوم. وهنا الكاميرا السيلفي يا صديقي بتيجي 10 ميجا بكسل وأداها كويس جدا بصراحة. احنا البكسل بتاعها قليل قوي، بس احنا هنشوف دلوقتي مع بعضينا الصور بتاعتها الصبح وبالليل سوا. ونيجي هنا للعداد الداخلي بتاع التليفون. هنا التليفون بيجي بمعالج من شركة جوجل تنسور جي 3 4 نانومتر، ويعتبر أداء التليفون ده أو أداء المعالج بشكل عام، ويعتبر المعالج ده من أحسن المعالجات من 2023 لغاية 2024. يعتبر هيكون من أحسن المعالجات الموجودة في التليفونات أو في السوق عموما. وهنا التليفون يا صديقي بيجي 12 جيجا رام DDR5، وبيجي مع نسخة 128 جيجا أو 256 جيجا أو نص تيرا أو تيرا. وهنا يا صديقي التليفون بيجي اندرويد 14 من العلبة، معاك 7 سنين تحديث امني و7 سنين تحديث سوفت وير. زي ما انت سمعت كده، شركة جوجل بصراحة عظمة في الحتة دي جدا. وهنا يا صديقي التليفون بيجي ببطارية 5050 ملي امبير، انا معرفش ليه ال50 بس هو 5050 ملي امبير، وبتدعم الشحن السريع 30 واط. التليفون بيشحن معاك من 0 ل 50% في نص ساعة. انا عارف ان هو مش شحن قوي جدا بسبب التليفونات الفلاج شيب ما بتدعمش الشحن السريع بشكل عام لغايه دلوقتي، انا معرفش ليه. بخصوص الكاميرات عموما عشان نسيت اقولها لكم، التليفون بيدعم مستشعر درجه حراره، وده يعتبر اول مستشعر حراره موجود في تليفون اندرويد. اللي بيميز تليفونات جوجل في عموما في تليفونات الاندرويد او في سوق الاندرويد عموما، التليفون بيجي من سوفت وير من شركه جوجل وبيجي المعالج من شركه جوجل، فبيبقى في تناغم ما بينهم مع بعض. بتاخد سوفت وير محترم، بتاخد سلاسه في الاستخدام. في كتير قوي من اليوتيوبر العالميين بيتكلموا عن التليفونات دي، بتقول ان هي ما شافوش سلاسه احسن من كده في الاندرويد عموما في السوفت وير بتاعهم، انك انت بتاخد سوفت وير خام. وهنا نيجي لتسعير تليفون جوجل بيكسل 8 برو يا صديقي. التليفون هنا بيجي باربع نسخ، وهم كلهم ساعات تخزين مختلفه، كلهم 12 جيجا رام موحدين. نيجي للنسخه الاولى ال 128 جيجا رام بتيجي ب $999، ونيجي للنسخه الثانيه 256 بتيجي ب $1050، ونيجي للنسخه النص تيرا بتيجي $1180، ونيجي للنسخه التيرا بتيجي $1400. انت شايف تسعير التليفون ده ممتاز او تسعيره غالي جدا عليك او على العموم انا في السوق الاندرويد؟ قول لي في الكومنتات، وقول لي التليفون عجبك ولا لا، وقول لي عموما انت كنت عارف شركة جوجل اصلا انها بتعمل تليفونات ولا لا. كان معاك احمد عرفة. ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس يا صديقي عشان يوصل لك كل جديد. سلام.